حكايتنا اليوم عن الفنان العالمي التركي إبراهيم تطلس. هو مغني وممثل وملحن تركي، واحد أكثر الفنانين الأتراكا تسجيلا، حيث سجل 42 ألبوم، وكسر بذلك مبيعات التسجيل في تركيا عام 1978. وكان يركز على الموسيقى الفولكلورية التقليدية معزوفة على آلات محلية، وهو أحد كبار المغنيين الأتراك وأكثرهم شعبية حتى نهاية الثمانينات من القرن المنصرم. سجل إبراهيم تطلس الكثير من الرقصات الفولكلورية الشهيرة مع الأوسكار، يلقب بأبو، إذ قدم برنامج أبو شو الشهير في تركيا في عدة محطات تلفزيونية خاصة، وكذلك مثل في العديد من الأفلام السينمائية، ودخل كمرشح في انتخابات النائب العام عام 2007. بالإضافة لذلك هو رجل أعمال نشيط جدا في مجال السياحة والمطاعم والأعمال التجارية ومشاريع البناء في العراق، وقد تعرض لمحاولة اغتيال سنة 2011 أصابت أثارها رصاصة بالرأس. مولده: ولد إبراهيم في بلدة سلفري في مدينة أورفا في تركيا، لأب عربي ونعتقد أنه عراقي لقرب العراق من تركيا، وأم كردية. ونشأ وسط عائلة فقيرة جدا، وربته أمه بعد أن توفى والده عام 1965، وكان إخوته 9 أبناء. وأثر ذلك أنه لم يتمكن من إكمال تعليمه، فخرج للعمل في أي شيء حتى يتمكن من صرف على أمه وإخواته. ثم بدأ الغناء في الكباريهات والأعراس والاحتفالات الأخرى أثناء مراهقته، لما سمعه أحد يعني اللي هم كانوا بيسمعوه وهو بيغني أثناء الشغل، كان بيشتغل في البناء، فقالوا له صوته حلو، فأصر إن هو، فطلبوا منه الغناء، فغنى في الكباريهات الأعراس الاحتفالات الأخرى. وأصدر عام 1975 مجموعة غنائية وفشلت في بيعها، ثم ترك الموسيقى بعدها فترة طويلة وكانت مؤقتة، ورحل هو وأهليه وعائلته إلى اسطنبول عام 1977 وعمل في التجارة. ثم سجل شريطه الثاني، ولكنه هذا الشريط ونجح، وكان نقطة انطلاق لمسيرة إبراهيم المزدهرة. أما محاولات اغتياله فهو في عام 1990 أصيب تطلس برصاصة في قدمه، وفي عام 1998 نجا من محاولة قتل أخرى لكن لم يصبش بأذى، وفي عام 2011 تعرض لمحاولة اغتيال ثالثة، أصيب برصاصة اخترقت جنبه بعد أن دخلت رصاصة من خلف جمجمته، وأصيب أيضا بعض مرافقيه اللي كانوا معه. وقال الأطباء في حالة نجاته من الموت هيصيب بالشلل. طبعا إبراهيم تطلس أصلا رجل مسلم أصلا. أما عن زوجاته فهو تزوج 5 مرات. الأولى اسمها عدالة، وهي من خارج الوسط الفني، ولديها كولاند وكلشن وأحمد. والثانية اسمها برهان سيفاس، وهي من الوسط الفني، ممثلة، وله منها ملك زبيدة. الثالثة اسمها تونا ديرايا، وهي من الوسط الفني، ولداها ولد اسمه إيدو. الرابعة اسمها إيشيل جاتاك، وهي لسه زوجته، ولكن حصلت بينهم علاقة. هي كانت مساعد مخرج في أحد أفلامه، فأعجب بيها وحصلت بينهم علاقة انتهت بوجود جنين. الجنين دي هي ابنته ديليان، وهي فنانة مشهورة. الخامسة اسمها كول دراز. كول دراز هي الخامسة أو الرابعة والأخيرة، وهي تعرف عليها في ألمانيا أثناء علاجه بعد حادثة 2011، وخلف منها بنت اسمها أولفا. أما حكايته مع بنته ديليان فحكاية غريبة جدا، إن هو بعد ما شعرت إيشيل جاتاك إن هي حامل، طلبت منه، قالت له إنها حامل، رفض الاعتراف بالبت بابنته ديليان دي خالص ونكرها. ثم إيشيل جاتاك تزوجت من راجل لاعب كورة شهير، وأخذ البنت ورباها واعتبرها بنته، والبنت كانت تعتقد إن هو أبوها، إلى أن كبرت وبقى عندها 13 سنة، فقامت أمها بإبلاغها بأنها ابنة
الفنان إبراهيم تطلس وليس لاعب الكرة اللي هو جوز أمها. وظلت لاعب الكرة يعتقد أن ديليان لا تعرف الحكاية، وظل إلى أن توفي. فلما توفي لاعب الكرة طبعا كانت بتحبه جدا، في كل بوستاتها ان هي فقدت الاب الحقيقي، فاحتاجت للمال هي وامها، فذهبت الى ابراهيم تطلس تطلب منه المساعده، فرفض الاعتراف بها. ولكن عندما تعرض لحادثه سنه 2011، اول واحده جرت وراحت تشوفه هي ديليان، وقالت ان هي مش هتفقد ابوها التاني بعد فقدة الأولاني، وقربت منه. وهنا تم التقارب بين إبراهيم تطلس وابنته، حتى إن هو في حفل زواجها قام بإهدائها حزام من الذهب. دي حكاية إبراهيم تطلس أغنى أغنياء تركيا مع ابنته ديليان. أعجبكم الفيديو نعمل شير ولايك، وانتظرونا في حكايات أخرى عن الفنانين.